أهلا وسهلا بالجميع عشاق والمتابعين المنتخب الوطني المغربي. اليوم وبعد الترقب الطويل جئتكم بفيديو يمكن أن يكون أهم قبل مواجهتنا المرتقبة في الربع النهائي كأس إفريقيا 2025 ضد أسود الكاميرون. المباراة ليست سهلة أبدا، الكاميرون فريق له تاريخه واسمه، لكن ثقتنا في الأسود الأطلس بلا حدود. في هذا الفيديو لن أتحدث فقط عن التشكيلة المتوقعة للمنتخب المغربي، بل سأذهب أبعد من ذلك. سأحلل معكم كل مركز من سيشتغله من لاعبين ومن هم اللاعبين الكاميرون المحتملون الذي سيواجههم في هذا المركز. هي معركة تكتيكية ومعركة فردية أيضا. هيا بنا نبدأ. حراسة المرمى المغرب لا يوجد نقاش، هنا حارس هنا جدار. الأول ياسين بونو هو من سيقف في العريان. بونو الذي لم يختبر كثيرا في الدور المجموعات، أتمنى أن يكون في قمة تركيزه، فلكل حارس كبير انطلاقته الحقيقية في الأدوار الإقصائية وهذا هو الوقت. الكاميرون المهاجمون المحتملون: بونو سيواجه خط هجوم الكاميروني قوي يضم اللاعبين مثل فانسيت أبو بكر صاحب الخبرة والتهديف، وقد يجد نفسه في مواجهة تسديدات خطيرة من كارلو توكي كامبي أو حتى برايان موبين إنشار. مهمة بونو ستكون حاسمة. هيا نذهب إلى خط دفاع الظهر الأيمن المغرب. هنا نتحدث عن صواريخنا أشرف حكيمي قوة هجومية لا يختلف عليها اثنين، لكن في هذه المباراة تحديدا نحتاج منه تركيز دفاعيا أكبر. الكاميرون ستضغط على الأطراف. الكاميرون المواجهة المحتملة: حكيمي سيجد نفسه في مواجهة مباشرة مع الجناح الأيسر الكاميروني والذي كارلو توكو إيكامبي المعروف بسرعته وقدرته على اختراق، أو حتى كليانتون مونجي إذا اعتمد على القوة البدنية. الظهير الأيسر المغرب خيارنا المثالي هنا هو نصير المزراوي أظهر صلابة دفاعية ممتازة والتوازن في الأدوار نحتاجه وخبرته في هذه المباراة الكبيرة. الكاميرون مواجهة المزراوي سيصطدم بالجناح الأيمن الكاميروني والذي غالبا ما يكون برايان مومبيامو، اللاعب خطير بمهاراته الفردية وتسديداته. وحتى بالدفاع المغرب هنا قد يكون لدينا بعض القلق، لكن أعتقد أن المنافس سيعتمد على ثنائي الخبرة والقوة البدنية. نايف أجرد يقدم مستويات رائعة ويجب أن يكون أساسي. كاميرون المواجهة المحتملة: هذا الثنائي سيواجه بشكل مباشر رأس الحرب الكاميروني القوي الذي سيكون بكل تأكيد فانسنت أبو بكر المهاجم الهداف والماكر، وقد يجدان أيضا تحديا في التعامل مع التحركات ودخول لاعبين مثل إنجاز توس جان غرو إيريك. وسط الميدان ارتكاز دفاعي أو المحور المركز المغرب في المواجهة الكاميرون لا يمكن أن نتخلى عن محارب سفيان أمرابط هو رائع دفاعيا للفريق، وقوته في استخلاص الكرات والالتحامات ستكون ضرورية جدا لإيقاف خط وسط الكاميرون المواجهة المحتمل أمرابط سيخوض مع معارك شرسة في وسط الملعب ضد لاعب ارتكاز الكاميرون مثل أنغي قائد الخط الوسط والمحرك، وقد يواجه أيضا لاعبين مثل بيرو كوندي أو ليف شام الذين يتميزون بالتدخلات القوية. ألعب في ظل غياب أناحي نحتاج لاعب يربط بين الخطوط ويصنع الفرص. أعتقد أن بلال خنوس هو خيار الأفضل، قدم مستوى ممتاز في المباراة الأخيرة ورؤيته للملعب وقدرته على التمرير الدقيق ستكون مفتاحية لكسر دفاعات الكاميرون المواجهة المحتملة: خنوس سيجد نفسه تحت الضغط المستمر من لاعبي وسط الكاميرون الذين يملون للضغط العالي، خاصة من مارتين هونغال أو صومويل أومجي، لذا يحتاج للهدوء والسرعة والتمرير. سوبوكس المغرب رشح إسماعيل صابر قد يكون خيار جيدا لتميزه بقدرته على التحول الهجومي والدفاعي وشغل المساحات. الكاميرون مواجهة محتمل: صابر سيتوجهان مع اللاعب الوسط الكاميروني الذين يتقدمون الأمام ويحاولون البناء الهجمات مثل أندريه فرانك زامبو أنغاس أو مارتين هونغا. الخط الهجوم الجناح الأيمن المغرب أسدنا جديد نجم البطولة حتى الآن إبراهيم دياز، سرعته ومراوغته وقدرته على التسجيل وصناعة الأهداف كلها عوامل تجعله عنصرا لا غنى عنه، هو المفتاح لخلخلة الدفاع. الكاميرون المواجهة المحتملة: دياز سيواجه الظهير الأيسر الكاميرون الذي قد يكون نوهاتول معرف بقوته البدنية. بين ستكون معركة سرعة ومهارات ضد القوة البدنية. المغرب أرشح هنا عبد الصمد زلزولي بقدرته على المراوغة واختراق من الجهة اليسار يمكن أن يشكل إزعاجا كبيرا للدفاعات الكاميرون ويفتح المساحات لرأس الحربة. الكاميرون المواجهة المحتملة: الزلزولي سيواجه الظهير الأيمن الكاميرون الذي قد يكون كولين فايس صاحب الخبرة أو إنزاب إيبوسي، ويجب أن يستغل سرعته ومهاراته لتجاوزهم. نذهب الآن إلى رأس الحربة المغرب. هنا الخيار الأفضل هو يوسف نصيري بقوته في الكرات الهوائية وتحركاته داخل منطقة الجزاء سيكون سلاحا مهما لتسجيل الأهداف، خاصة مع العرضيات الحكيمة والزلزولي. الكاميرون المواجهة المحتمل: نصيري سيصطدم بقلبي الدفاع الكاميروني والأقوياء بدنيا مثل جان شارلو، كل معركة هوائية وبدنية
هذه كانت تشكيلتي المتوقعة والتحاليل لمواجهة القمة في مباراة المغرب والكاميرون. المباراة لن تكون سهلة، لكن بثقتنا في اللاعبين وفي رؤية المدرب قادرون على تجاوز هذه العقبة والوصول لنصف النهائي.